شايفاه محتاج منك حاجة ومحتاس وانتي نفضتي وقعدتي ترغي مع صاحبتك في التليفون، يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. الإهمال بيبوظ أي علاقة، ما بالك بقى لو مهملة في حق جوزك اللي هو أصلا لو اديله صوابعك ال10 شمع هيشوفك مقصرة ومش بتدلعيه ومش بتعملي اللي عليكي. ما هي الرجالة كده يا حبيبتي. في الجواز أي راجل بيحب الست تبقى مهتمة بيه، تدلعه، تعمل له أكلة حلوة، يروح الشغل يلاقي هدومه نظيفة ومكوية، شقته نظيفة وبيته مريح للأعصاب. بس مش هنضحك على بعض، يعني نص الرجالة بيتجوزوا عشان عايزين ست تطبخ لهم وتهتم بيهم وتروق دماغهم، ودي مش إهانة ولا حاجة. ما انا كمان ست وبغسل وبكوي وبنضف بيتي، بس المهم انك تحسسي الراجل انك قد ايه بتبذلي مجهود عشان تغسلي قدامه وتنضفي قدامه وتوري له هدومه بتشف وترف ومكويه، حتى لو انت اصلا موديها للمكواج. بس لازم تحسسيه انك مقطعه نفسك عشانه. وسط كل احلام الرجاله دي، انت بعد ما تتجوزي كل ما الراجل الغلبان جوزك يجي يطلب منك حاجه يلاقيكي ماسكه التليفون وبترغي مع صاحبتك، يا بتردي على جروب الشله وبتنمي انت وصحباتك، يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. الحركه دي مستفزه قوي. انت اصلا لو بتكلمي واحده صاحبتك مش مركزه معاكي وباصه في الموبايل بتاعها بتقلبي بوزك عليها وبتعملي خناق. وجوزك لو جاله ميل من الشغل وفي مصيبه وركز فيه وانت بتساليه هتتغدى ايه النهارده يا ابو علاء وما ردش عليكي، هتمسكي فيه. الست الخايبه اللي بتهمل طلبات جوزها وتسيبه محتاس على فردة شراب تايهه في الاوضه او زرار قميص ضايع او تيشيرت مش مكوي وهو يا حبه عيني مستعجل وعايز يروح الشغل. لا يا اختي، دلعيه وهننيه واعملي له كوبايه القهوه ياخدها في ايده وهو نازل. الست من دول تدي اهتمام لصاحباتها اكتر من جوزها وترجع تشتكي وتعيط وتقولك اصله ما بيحبش صاحباتي البنات، اصله عايزني اقطع علاقتي بيهم. ما انت بتستفزيه يا فوزيه. عشان ما تبقيش ست خايبه وتحافظي على بيتك لازم تخلي طلبات جوزك واهتماماته اول حاجه في حياتك، وهي دي اولوياتك. والحاجات دي بتبقى بالنسبه للرجاله اكبر درجات التعبير عن الحب. يعني مثلا لما ينزل شغله يلاقي بدلته مكويه ونظيفه في الدولاب، وان يلاقي جزمته وشرابه وساعته موجودين جنب البدله. ده اقصى درجات الدلع عند الرجاله يا حبيبتي. حتى لو كنت نايمه وسايبه له الفطار على الترابيزه هيعوز دلع ايه اكتر من كده؟ الراجل لو صحي ولقى مراته سايبه له الفطار، يا لهوي يا لهوي ما اقولكيش يا فوزيه، ده هيدلعك دلع ويفضل يسمعك ايه اليوم الحلو ده طول الطريق. الست الشاطره هي لما تديش جوزها سكه ان يقول لها امنعي اصحابك او اقطعي علاقتك بيهم او حتى يشيل منهم ويبقى مش طايقهم بسببك، دلعيه هشتكي وبعدين بارغي في التليفون عادي بدل ما تتخانقوا قبل ما تنزلي ويفضل شايل منك ومقرف طول اليوم، وساعتها يبقى يا خيبتك بجد. وانا بسنت النبراوي، تابعيني في يا خيبتك عشان اشوف خيبتي وخيبتك.